أهلا بيكو. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في الباثولوجي وهو الجروث disturbances. يعني إيه؟ يعني ببساطة هنشوف إزاي الخلية بتتصرف لما تتحط تحت ضغط. هنشوف رحلتها من أول ما بتحاول تتكيف لحد ما الأمور ممكن تخرج عن السيطرة وتوصل لمرحلة تكوين الأورام. ودي خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. هنبدأ بأول حاجة إزاي الخلية بتتأقلم مع الضغط أو السترس. بعدها هنشوف إزاي ممكن تغير هويتها، وبعدين هندخل في مرحلة الخطر الديسبليزيا، وهنفهم بعدها يعني إيه ورم أو نيوبليجيا. وفي الآخر هنفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة. يلا بينا نبدأ القصة من الأول خالص. خط الدفاع الأول للخلية لما تواجه أي ضغط أو إجهاد هو إنها تحاول تتكيف. العملية دي بنسميها الأدابتيشن. طيب، أي خلايا في جسمنا هدفها الأساسي إنها تفضل في حالة توازن واستقرار، اللي هي بنسميها بالإنجليزي homeostasis. لكن لما بيحصل ضغط جديد عليها بيبقى قدامها كذا اختيار أو كذا طريقة للتكيف عشان تقدر تكمل وتعيش. أول اختيار هو الأتروفي أو الضمور. معناه ببساطة إن حجم ووزن عضو معين أو نسيج في الجسم بيقل. طب بيقل ليه؟ لسبب من اتنين: يا إما حجم الخلايا اللي مكوناه بيصغر، يا إما عددها نفسه بيقل. والأتروفي ده مش دايماً بيكون حاجة وحشة أو علامة مرض. ممكن يكون طبيعي جداً، وده بنسميه physiologic atrophy، زي مثلاً الغدة الزعترية أو الثايمس جلاند اللي بتضمر بعد سن البلوغ. وممكن يكون مرضي أو pathologic atrophy، زي لما حد يكسر دراعه ويحطه في جبس، العضلات بيحصل لها ضمور عشان مش بتستخدم، وده اسمه disuse atrophy. طيب، عكس الضمور والانكماش إيه؟ التضخم. وهنا بنتكلم عن الهايبرتروفي. في الحالة دي حجم ووزن العضو بيزيد، بس خلي بالكم، الزيادة دي سببها إن حجم الخلايا نفسها هو اللي كبر، مش عددها. وبرضه الهايبرتروفي ممكن يكون طبيعي وممكن يكون مرضي. طبيعي زي عضلات الرياضيين اللي بتكبر مع التمرين، أو زي حجم الرحم اللي بيزيد وقت الحمل. ومرضي زي عضلة القلب اللي بتتضخم عند الناس اللي عندها ضغط دم عالي، لأن القلب بيبذل مجهود أكبر عشان يضخ الدم. وهنا بقى نوصل لسؤال امتحان مهم جدا. What is the fundamental difference between hypertrophy and hyperplasia؟ الفرق الجوهري إن في الهايبرتروفي حجم الخلية هو اللي بيزيد، أما في الهايبربليجيا أو فرط التنسج حجم العضو بيزيد بسبب زيادة في عدد الخلايا. حجم الخلية هو لكن عددهم زاد. والصورة دي بتورينا مثال واضح جدا على الباثولوجيك هايبربليجيا. اللي بيحصل هنا هو تضخم الغدة الدرقية أو الجويتر. إيه السبب؟ نقص اليود. لما اليود يقل الغدة مش بتعرف تصنع هرموناتها، فالغدة النخامية فوق تبعت لها هرمون محفز اللي هو TSH، تقول لها اشتغلي أكتر. التحفيز الزيادة ده بيخلي خلايا الغدة الدرقية عددها يزيد، وبالتالي حجم الغدة كلها بيكبر. تمام، يبقى احنا كده شفنا الخلية ممكن تصغر أو تكبر أو عددها يزيد. بس في سيناريو تالت وأغرب، وهو إن الخلية تقرر تغير هويتها بالكامل، وده اللي بنسميه الميتابلازيا. المثال الأشهر على الإطلاق للميتابليجيا هو اللي بيحصل في مجرى الهواء عند المدخنين. الطبيعي إن مجرى الهواء ده مبطن بنسيج رقيق فيه أعداب عشان ينظف الهواء، لكن مع التهيج المستمر من الدخان الجسم بيستبدل النسيج الرقيق ده بنسيج تاني أقوى وأكثر مقاومة، شبه نسيج الجلد كده. ففكرة الميتابلازيا هي التحول أو الترانسفورميشن. خلية ناضجة من نوع معين بتتحول لنوع تاني ناضج برضه عشان تقدر تستحمل الظروف الجديدة. هي طريقة دفاعية وتكيفية، لكن المشكلة إن النسيج الجديد ده ساعات بيكون أقل استقراراً، وممكن يكون خطوة في طريق مش كويس. وهنا الرحلة بتاخد منحنى خطير. بندخل في مرحلة الديسبليزيا أو خلل التنسك. هنا النمو الخلوي بيبدأ يبقى عشوائي وفوضوي وغير منظم بالمرة. بصوا معايا على الصورة دي وركزوا. لو مشينا من الشمال لليمين هنشوف الأول الخلايا الطبيعية، بعدين مرحلة الميتابليجيا اللي اتكلمنا عليها، وبعدين بصوا على اليمين الخلايا شكلها غريب، مش منتظمة وأحجامها مختلفة. هي دي الديسبليجيا. والديسبليجيا دي ليها درجات، ممكن تكون خفيفة أو متوسطة، وفي الحالة دي ممكن ترجع لطبيعتها لو السبب اتشال. لكن لو وصلت لدرجة شديدة وشملت كل سماكة النسيج هنا بنسميها اسم تاني، كارسينوما إن سيتو، يعني سرطان موضعي أو في مكانه. يعني الخلاصة إيه؟ الديسبلازيا هي تكاثر خلوي غير منظم، وغالباً بتكون مرحلة سابقة للسرطان. هي مش سرطان لسه، لكنها آخر محطة قبل ما القطر يدخل نفق السرطان اللي مفيش منه رجوع. وده بيوصلنا بشكل مباشر لمفهوم النيوبليجيا أو تكوين الورم.
كل اللي فات ده كان محاولات من الخلايا إنها تتكيف، لكن النيوبلاستيا ده تمرد، ده نمو من نوع جديد تماماً. وده فرق جوهري تاني ومهم جدا للامتحان. الهايبربليجيا زي ما قلنا بتحصل بسبب محفز، ولما المحفز ده يروح هي بتقف. لكن النيوبليجيا هي نمو ذاتي ومستقل، ملوش دعوة بأي محفزات، نمو خارج عن السيطرة وبيكمل لوحده، وطبعا ملوش أي فايدة، بالعكس هو ضار للجسم. طيب الورم أو النيوبليزم ده لما بيتكون قدامه سكتين مفيش تالت ليهم، يا إما يكون ورم حميد benign، يا إما يكون ورم خبيث malignant، والفرق بينهم هو الفرق بين الحياة والموت. الجدول ده هو خلاصة الخلاصة في المقارنة بينهم، بس لو هنطلع بمعلومة واحدة بس، أهم كلمة في الجدول كله هي اللي تحت خانة السبريد. الورم الحميد لا ينتشر localized، أما الورم الخبيث فبيعمل حاجة اسمها metastasis، يعني انتشار. شوفوا الفرق بعينيكم. الورم الحميد على الشمال بيكبر إزاي؟ عن طريق التوسع أو الإكسبانشن، عامل زي البالونة اللي بتكبر وبتزق الأنسجة اللي حواليها. لكن بصوا على الورم الخبيث على اليمين، ده بينمو عن طريق الغزو أو الانفيجن، بيدخل ويدمر الأنسجة اللي حواليه. طيب إزاي الورم الخبيث بينتشر؟ عنده كذا طريق سريع بيستخدمه. ممكن عن طريق الأوعية الليمفاوية وده اسمه lymphatic spread، أو عن طريق الدم وده اسمه hematogenous spread، أو عن طريق إنه يقع جوه تجاويف الجسم زي تجويف البطن ويزرع نفسه على أعضاء تانية. عشان كده دايماً بنقول الجملة دي ولازم نحفظها زي اسمنا: Metastasis is the hallmark of malignancy. يعني الانتشار هو السمة المميزة والرئيسية للورم الخبيث، هي دي الصفة اللي بتخلي السرطان مرض خطير وبيهدد الحياة. وده بيوصلنا للسؤال الأخير والأهم: طالما الاتنين بيبدأوا بنمو خارج عن السيطرة، إيه هو الحدث الفاصل اللي بيحول السرطان من مجرد ورم موضعي لمرض قاتل ومنتشر في الجسم كله؟ الإجابة في كلمة واحدة: الغزو أو الإنفيجن. اللحظة اللي الخلية السرطانية بتقدر فيها تخترق الحواجز الطبيعية اللي حواليها وتوصل لمجرى الدم أو الجهاز الليمفاوي، في اللحظة دي بالظبط باب الانتشار بيتفتح على مصراعيها. فهم الخطوة دي هو